لسه ما دفنتنيش ليه؟ سيب البيت يا ايبون. كتب لنا قصتنا النهاردة ياسمين أبو حسين. هي الأبواب اتعملت ليه يا جماعة؟ اتعملت عشان تخبي وراها حاجات ما ينفعش طرف يشوفها عن الطرف التاني. خلينا أقول خبايا وأسرار وحاجات مش لازم الكل يشوفها. يبقى ليه بقى التطفل والفضول؟ ليه أفتح الباب اللي مقفول؟ ليه حب المغامرة بيغلب على تحكيمة العقل؟ ونرجع في الآخر نندم ونقول يا ريت اللي حصل مكان، أنا إيه اللي خلاني أفتح الباب المقفول؟ ويا ريت الوقت يرجع بينا، يمكن نصلح اللي اتكسر ونسيب الباب مقفول زي ما هو. لأنها طلعت مش بس الأبواب بتخبي علينا أسرار وخبايا، دي بتحمينا من حاجات كتيرة جدا. هتصدقني لو قلتلك بتحميك من نفسك؟ أنا حبيت أبعتلك حكايتي يا أستاذ أحمد لأنك أنا شايفة إنك أكتر حد واصل للشباب الجديد، كله تقريبا بمختلف أعماره، ودورك مؤثر ودي مسؤولية كبيرة، وأتمنى تكون قدها، وواثقة فيك إنك قدها. ومن كتر كلام بنتي شروق عنك اتأكدت إنك قدها وبتأديها على أحسن وجه الحقيقة. أنا مش من متابعيك لفترة قديمة يعني، ولكن مؤخرا بدأت أتابع. مش بتابع الجانب بتاع الرعب والحاجات دي، لا، أنا بتابع الأعمال التطوعية وأعمال الخير، وخصوصا الحاجات اللي بتعملوها في شهر رمضان وقبل الأعياد. بس خليني أقولك لازم كل اللي بيسمعوك يعرفوا القصة دي. اعتبر ده ثواب، اعتبره خير بتعمله. يمكن أكون أنا سبب في إني ألحق المتطفلين منهم، بدل ما أهاليهم يحسوا باللي أنا حساه دلوقتي، واللي أتمنى إن محدش يحس بيه أبدا. ماما تليفونك بيرن يا ماما، الرقم شكله ده من مصر يا ماما. مين يا شروق يا بنتي؟ يكونش خالك حماد أخيرا حن عليا وافتكر يتصل بيا؟ ده بقاله يجي أسبوعين ما تكلمنيش خالص ولا اتصل بيا. شروق بنتي دققت في التليفون وقالت لي إنه رقم غريب مش متسجل باسم حد، وسألتني أرد. قلت لها لا هاتي أنا هرد. ألو عماد؟ ما كانش صوت عماد، كان صوت غريب بيقول لي دكتورة هالة ازاي حضرتك؟ انا خالد عثمان جاركم في العجوزة، حضرتك يا ترى فاكراني؟ أهلا وسهلا أستاذ خالد، طبعا فاكراك. أخبارك إيه وأخبار طنط سيدة إيه؟ تمام الحمد لله، وهي بتسلم عليكي كتير والله. عارف يا يونس، أنا كنت بتكلم وبقول أي كلام لأني مرعوبة من المكالمة. اللي متغرب فاهم قوي معنى المكالمة اللي زي دي، حد من جيرانك يتصل بيك بدون مناسبة وبدون مقدمات. أنا مرعوبة، بلعت ريقي بتوتر وقلت له عماد أخويا حصل له حاجة، أستاذ خالد عماد أخويا حصل له حاجة. سكت، ما ردش عليا، وده أكد لي إن عماد أخويا جراله حاجة. أنا خفت أعيد السؤال وفضلت ساكتة، وهو كمان ساكت، لكنه رد بعد شوية وقال لي حضرتك لازم تنزلي مصر فورا يا دكتورة، عماد في خطر. قعدت على الكرسي اللي جنب مني وبحاول أتماسك وقلت له في إيه؟ أخويا ماله يا خالد؟ طمني بالله عليك. انا مش هقدر احكي حاجة في التليفون، كل اللي هقولهولك ان اخوكي في خطر، ويا تلحقيه يا ما تلحقيهوش يا دكتورة. شروق مسكت ايدي وفضلت تقول لي خاله ماله خاله ماله يا ماما، خاله ماله. بصيت لها وعينيا كلها دموع. خلي حازم اخوكي يحجز لي على اول طيارة لمصر، يشوف اي شركة، اي تذكرة، ان شاء الله اقعد على ايد كرسي، اي حاجة. انا عايز انزل مصر لاخويا دلوقتي، عايز انزل مصر لاخويا. وحصل، وسافرت. وأول ما خرجت من المطار أنا ما كنتش مركزة في أي تفاصيل لبلدي اللي وحشاني.
أنا كنت هموت وانزل مصر رمضان اللي فات، علشان أنا عارفة رمضان بيبقى حلو ازاي في مصر، بس أنا مش مركزة في حاجة من الحاجات دي. أنا مرعوبة على أخويا، وإيه يلحقوا يا ملحقوش دي. فضلت أتصل بيه من وأنا هناك، ولما نزلت مصر وما بيردش، وشوية والتليفون ده مغلق. كلمت أستاذ خالد لما وصلت برضو أكتر من مرة، برضو ما بيردش. أول ما وصلت قدام بيت أبويا وأمي لقيت البواب جري عليا وقال لي: الحمد لله على السلامة يا دكتورة، بقالي ساعتين بحاول أوصلك، تليفونك مقفول، شد حيلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. مسكت في إيد شروق بنتي وسألته: في مين؟ في مين؟ هو حضرتك ما تعرفيش؟ ده أنا قلت حد قالك عشان كده جيتي مصر. بقولك في مين؟ الأستاذ عماد أخو حضرتك الله يرحمه رمى نفسه من شقتكم اللي في الرابع، ونزل ميت ناحية شباك أوضته. ده كان أمير الأمر، والله معرفش إيه اللي صابه، ومعرفش إزاي ينتحر. ده شكله لما انتحر كان صعب قوي، صعب قوي. كنت هقع من صدمتي. لحقني البواب بكرسي وقعدني قبل ما أقع، وفضل يقول لي: شد حيلك يا دكتورة، هو مين اللي هياخد عزاه ويستلم الجثة؟ فقت على صوت شروق وهي بتقوله: خلاص اسكت بقى، خلاص، انت مش لازم تقول تفاصيل اكتر من كده، سيبها باللي هي فيه دلوقتي. وجه أستاذ خالد جارنا، أخدنا على المستشفى. كانت أصعب لحظة وهما بيسحبوا الجثة من التلاجة علشان أشوف أخويا، ويمكن دي النظرة الأخيرة. عماد مش أخويا بس، عماد كان ابني حبيبي. بعد موت أمي أنا اللي ربيته وكبرته. خلاص أنا بقيت لوحدي، خلاص بقيت لوحدي. لكن راسه كانت متهشمة حرفيا، وصدره وكتافه لونهم أزرق ومليانين كدمات. حواجبه كانت نازلة قوي ناحية عينيه كأنه بيعصر عينيه من الخوف، وبقه متصلب بشكل عنيف. خرجت أجري وأنا مش مصدقة اللي وصله للمرحلة دي. الدنيا سودت في عينيا وأنا بفتكره في آخر زيارة لينا لما جه يزورنا في السعودية، وجه علشان يعمل عمرة. ضحكته وجنونه وحبه للحياة. إزاي يا عماد ينتحر؟ إزاي عماد ينتحر؟ أنا أخويا ما ينتحرش. ولادي جم معايا لو ما قلتلكمش، وخدوني ورجعوني بيت أبويا. أول ما دخلت البيت كان بارد، كأن تكييف شغال فيه على أعلى درجة، ضلمة وكتمة وريحة وحشة. فتحنا النور، لقينا أكياس كتير حواليها دبان لونه أزرق، ولقيت الأرض فيها صراصير وبراس وحاجة منتهى القرف، وكوام من علب تونة في كل مكان. البيت كان كله عنكبوت ونمل كأنه مهجور من سنين. الإضاءة مش ثابتة وبتترعش لدرجة إنها تعبتني وتعبت عينيا. اتلفت للبواب وقلت له: إيه اللي وصل البيت للحال ده؟ الشقة عاملة كده ليه؟ يا دكتورة هالة، أنا كنت بطلع أنضفها بنفسي، بس من أسبوعين المرحوم رفض إن أنا أطلع، والجيران اشتكوا كذا مرة من ريحة الشقة، وقلت للمرحوم كان بيغلط فيا ويطلع يغلط فيهم هما كمان. ده غير يعني الصراحة احنا كنا دايما نسمع أصوات غريبة خارجة من الشقة عندكم، مرة ستات، مرة رجالة، ومرة عيال صغيرة. ده الناس ظنوا في السوق، ولما كنت أكلمه كان يهب فيا ويطلع فيا زي المدفع. في الفترة اللي فاتت أنا كنت بتجنب المرحوم خالص، كان حابس نفسه في البيت، كان ينزل يشتري سمك ني وتونة، ومن الواضح من المنظر اللي حضرتك شايفاه دلوقتي انه ما كانش بيرمي شنط الزبالة ولا الفضلات، ده حتى ما كانش بيسيبها على الباب زي الجيران ما بتعمل. كنت انا هاخدهم ارميهم، او انا وحد من عيالي. والله يا دكتورة حاله اتبدل، محدش فاهم ايه اللي جراله. بقيت ابص بعينيا على حيطان البيت لحد ما وصلت لحيطة الصالون، ولاحظت ان ركن فيها بقى لونه اسود كأنه محروق. يا ترى ايه ده؟
فرجعت للبواب وقلت له انا عايز البيت ده ينضف بسرعة، الناس هيجوا يعزوني في الخرابة دي ازاي؟ هيتدفن والناس هتيجي هنا، مش هينفع كده. حاضر يا ست هانم، هخلي مراتي والعيال يطلعوا وفي ظرف ساعة هنكون مخلصين كل حاجة. هنرجع لك البيت نضيف زي ما كان. انا فاهم الناس لازم تيجي تلاقي بيت المرحوم بيشف ويرف. بالمناسبة كان جنب الباب ملح كتير، ولما دققت النظر الملح كان في كل مكان، مش جنب باب البيت بس. وتحت رجلي لقيت ورقة مكتوب عليها حاجة بخط عماد. شلتها وبصيت فيها، مكتوب عماد محمد سيف الدين، وكان عليها نقط دم جافة. طبقت الورقة وحطيتها في الشنطة. كل العفش كان عليه حاجة زي شمع سايح. الحشرات بتتحرك في الشقة بحرية، الفضلات في كل مكان، المكان حرفيا لا يحتمل. الأوضة الوحيدة اللي كان ينفع أدخلها أوضة بابا. كان الراديو القديم لسه شغال بصوت هادي على إذاعة القرآن الكريم زي ما ماما الله يرحمها كانت بتسيبه. وكانت الأوضة نظيفة جدا على عكس البيت برا. دخلتها وحضنت السرير واترميت وأنا بشم ريحة اللي وحشني ومنهارة في العياط. قد إيه أنا محتاجاهم كلهم. فضلت أقول يا بابا عماد جايلك، عماد جايلك يا بابا. طبطب عليه لأنه حالته صعبة. هتتونس بيه يا حبيبي، وهتسيبوني أعيش لوحدي على ذكراكم ووجع القلب والحزن. فضلت أعيط لحد ما نمت وأنا مش حاسة بأي حاجة. صحيت تاني يوم على صوت عماد في ودني وهو بيصرخ يا هالة الحقيني، يا هالة الحقيني، يا هالة الحقيني. صحيت مفزوعة من الكابوس. صحيت بدور عليه زي ما أكون بدور على طفل. ما لقيتوش، بس صوته بيتردد في عقلي. قلبي مقبوض. كنت حاسة انه حواليا وبيبص عليا. يمكن سمع صوته وحاسة بنفسه وشم ريحته. لحد دلوقتي روح عماد موجودة في البيت، كأنه بس جسمه اللي اتخلص من العذاب وساب روحه ترتاح هنا في بيت أبوه وأمه. أنا مش قادر أسامح نفسي. إزاي أسبوعين يمر عليا من غير ما أعرف عنه حاجة، وكل اللي بقوله إنه ما بيتصلش بيا؟ يا جماعة لما تبعدوا عن بعض اسألوا على بعض وما تستنوش إن حد يبادر. بادر أنت، اسألي. دي نفس عقدة الذنب اللي صابت الكل بعد موت أبويا، صابتني بعد موت عماد، ومش قادر أتخلص منها ولا أتخطاها ولا أكمل. بصيت لي صورته المتعلقة على الحيطة مع بابا وقلت له ليه يا أخويا عملت في نفسك كده؟ هانت عليك نفسك؟ هنت عليك يا عماد؟ لولا تأكيد الشرطة إن مفيش شبهة جنائية أنا عمري ما كنت أصدق إن أخويا انتحر. كنت هقول إن حد رماه من البلكونة. دخل حازم ابني وقال لي ماما في ناس بره عاوزين حضرتك، تقريبا جايين يعزوكي، وبالمناسبة الدفنة هتكون العصر بعد الصلاة على طول. أنا كنت فاقدة الإحساس بكل التفاصيل، بالجنازة والمشهد وكل حاجة، لحد ما قفلوا باب القبر على عماد. قلت لهم سيبوني شوية جنبه. قعدت جنبه أدعيله وأطمنه إن أنا موجودة ومش همشي. من كتر تأثري أنا شفت عماد واقف بعيد تحت شجرة وملفوف في الكفن وبيبص ناحيتي، وكان بيبكي. برغم إنه بعيد كنت شايفة عينيه، وعينيه كان كلها ندم. ودراعاته كانت خارجة بره الكفن وعليها علامات تعذيب ولا معرفش ايه. ورجليه برضو كان عليها علامات. العلامات اللي كانت عليه غير العلامات اللي شفتها على فكرة في المشرحة، كأن حيوان مفترس كان بياكل من جتته. كانت وقفته في الكفن وقفة معوجة، كأنه مش قادر يقف. رفع ايده ببطء وشاور
شاور بس ما كانش بيشاور لي، كان بيشاور بزاوية جنبي ورايا. أنا عارفة إن كل دي هلاوس، ومتأكدة إن كل دي تهيؤات بسبب اللي أنا فيه، بس بصيت ورايا فعلا. إحنا كنا بعد العصرية. لما بصيت ورايا كان ورايا ضلمة، ليل، حرفيا كأننا في عز منتصف الليل وفي عتمته. ليل من غير قمر، من غير نجوم، ضلمة حرفيا تاكل أي حاجة. رجعت بصيت ناحية عماد تاني، ما لقيتوش. اتلفت ورايا لقيت الضلمة تاني، ولقيت حاجة واقفة في الضلمة. رجعت بعينيا تاني، لقيت النور ولقيت النهار ولقيت عماد، وعماد بيمد ايده وكأنه بيستغيث وعايز حد يساعده. نظرات عينيه كانت كلها توسل ورجاء. يمكن بيقولي ان الشيء الواقف ده هو اللي عمل فيه كل حاجة. معقول؟ فقت من كل ده على صوت شروق بنتي وهي بتقولي انت كويسة يا ماما. بصيت لها وقلت لها خالك عماد اهو، خالك عماد اهو، شايفاه يا شروق؟ مفيش حاجة طبعا يا جماعة، كأنه ما كانش موجود، أو في الحقيقة ما كانش موجود وأنا اللي بخرف. بصيت ورايا لقيت الشمس طالعة والجو نهار عادي جدا. بنتي وابني طلبوا مني أمشي وحرام عليا اللي بعمله في نفسي. فضلت أقول لهم خالكم كان هنا، خالكم كان هنا، وكان في حد تاني الناحية التانية شكله يخوف وعايز يأذيه، والدنيا هنا كانت نهار والدنيا هنا كانت ليل. أنا مش مجنون، أنا اللي بقوله ده حصل. كل كلامهم إن أنا أدعيله بالرحمة، ونظراتهم ليا كانت كلها خوف عليا. ودعت عماد وودعت أبويا وأمي، ولقيتني بطبطب على التربة كأني بطبطب عليه، وبحط إيدي على التربة كأني بقوله أنا موجودة. ومشينا، وفضلت أبص ورايا للقبر وأنا ماشية وحاسة إن هو بيقولي ما تمشيش، ما تسيبينيش لوحدي يا أختي، ما تسيبينيش لوحدي. ومشيت وسبت عماد لمصيره والحياة البرزخ. ويا ترى حياته أو مماته في قبره هيكون عامل إزاي؟ مفيش في إيدي حاجة غير إن أدعي. طول ما أنا كنت ماشية كنت عمال أقول اللهم اجعل قبر أخويا روضة من رياض الجنة يا رب، ولا تجعله يا رب حفرة من حفر النار. يا رب عوضه خير في شبابه يا رب، يا رب سامحه واغفر له يا رب، يا رب إن كان محسن فزد في إحسانه، وإن كان مسيء فتجاوز عن سيئاته. يا رب هون عليه ضمة القبر يا رب، يا رب هون عليه ضمة القبر يا رب. خلصت أيام العزا اللي كان كلها قصص غريبة. الناس في العزا بتيجي تقولك عن كرامات الميت، وإن قد إيه كان بيساعد غيره وبيقف مع غيره، وقد إيه كان شخص طيب، وقد إيه وقد إيه. لكن الكلام عن أخويا كان كله قصص غريبة في آخر أيامه، وكأنهم بيتكلموا عن واحد تاني غير عماد اللي أنا عارفاه أكتر من نفسي. أخويا اتبدل في أسبوعين يا جماعة، أسبوعين بس بدلوه بالشكل ده. كل الكلام إنه كان بيأذي الناس بألفاظ مستحيل أتخيلها منه، وتصرفاته كانت غريبة وغير مقبولة. وقفت في شباك أوضة أخويا وأنا بشوف بقعة الدم اللي عملها تحت في الشارع بوقوعه، وبحاول أتخيل إحساسه وهو بيقع أو هو بيرمي نفسه في المسافة دي كلها. يا ترى كان خايف؟ يا ترى كان في وعيه ولا مش في وعيه؟ يا ترى لو انتحر مصيره هيكون إيه؟ في مرة سمعت شيخ بيقول ما تحكموش على المنتحر إنه هيدخل النار، انتوا ما تعرفوش آخر لحظات عقله كان فين. ومن وقتها وأنا ارتحت دايما، ومرتاحة لأخويا، ومرتاحة إن أخويا أكيد اللي وصله للمرحلة دي سيطر على عقله. ما تحكموش يا جماعة على اللي ينتحر إنه داخل جهنم. اوعوا تحكموا على حد، اوعوا تحطوا نفسكم مكان ربنا وتقولوا ده داخل الجنة وده داخل النار، اوعوا. عمال افتكر شكل راسه المتكسر والدم الاسود المتجلط اللي كان عليها،
وكل اللي على لساني ما بقولش غير حاجة واحدة بس: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قطع تفكيري شروق بنتي وهي بتقولي إن أستاذ خالد جارنا وصاحب أخويا عماد عايز يشوفني، وإنه مصر يشوفني. خرجت مع بنتي، سلمت عليه وقعدت وشكرته وقلت له: كتر ألف خيرك، كتر ألف خيرك. عينيه كانت مليانة دموع وقال لي: عماد كان أخويا، مش بس صاحب عمري يا دكتورة هالة، أنا مش مصدق إنه سابني. يا رب قرب اللقا، يا رب قرب اللقا. كان حازم ابني قاعد قدامه وقال له: انت طلبت من ماما ترجع لمصر قبل ما خاله يموت، ده اللي فهمناه، وكأنك كنت عارف انه هينتحر. احنا محتاجين نعرف يا أستاذ خالد، هو كان فيه ايه وايه اللي حصل في الأسبوعين اللي فاتوا. في يوم كنا قاعدين في كافيه انا والمرحوم، وحد من صحابنا اتكلم عن لعبة اسمها لعبة منتصف الليل، يمكن تكونوا سمعتوا عنها. بيقولوا عليها ميد نايت جيم. اتحدانا ان احنا نلعب اللعبة، وقال اللي هيخرج منها سليم هيتحقق له 9 طلبات بيحلم بيها. كلنا رفضنا الكلام ده، خصوصا انها لعبة بترتبط بالجن في الاخر، وفي كلام كتير انها مميتة، وفي كلام ان في ناس لما نفذوها شافوا وحسوا بحاجات غريبة. للأسف عماد خالك كان حابب يسمع اكتر، خصوصا ان اول شرط من اللعبة انها تكون اللي هيلعبها عايش لوحده. والله كنت فاكره بيهزر يا ابني، عمري ما كنت اصدق انه هيعمل كده. يعمل ايه يا خالد؟ انا اخته من حقي اعرف يعمل ايه يا خالد. يلعب اللعبة وينفذ شروطها يا دكتورة. عماد ما كانش ناقصه حاجة، ناجح في شغله وحالته المادية كويسة والحمد لله، من ميراث ابوكم يا دكتورة، وكل الناس كانت بتحبه. كانت بتحبه. ايوه، انا انشغلت مع اختي الاسبوعين اللي فاتوا وما سألتش عليه، وكنت زعلان انه قصر في السؤال عني وهو عارف المحنة اللي انا فيها. ولما رجعت الناس تكلمني وتقول لي شوف صاحبك ماله، سمعت حكاوي غريبة. ولما جيت هنا اسأله طردني شر طردة، وكأنه ما يعرفنيش. اللي عرفته كمان ان الجيران كانوا عايزين يبلغوا الشرطة، كانوا عايزين يبلغوا فيه. انا اتحايلت عليهم ومنعتهم، وجبت رقم حضرتك من البواب وكلمتك عشان تلحقيه، لأن وقتها اتأكدت ان اللعبة دي هتخلص عليه. ازاي معرفش، ما كنتش عارف طبعا انه هينتحر، ده لو كنت اعرف والمصحف كنت قعدت له تحت الشباك، ان شاء الله يقع عليا يموتني انا. أستاذ خالد خرج من الجاكيت بتاعه الموبايل بتاع عماد، وقال انه دخل مع الشرطة البيت، وبعد التحقيق ادوله التليفون وكذا حاجة من الأحراز، وبيقول انه لقى ريكوردات متسجلة، وبيقول انه يفضل ان انا اسمعها بنفسي، لانك هتسمعي اللي حصل من عماد بنفسك يا دكتورة. قال لي انه هو سجل كل حاجة تقريبا لحد يوم الاستسلام والانتحار. حازم ابني اخد مني التليفون، واستاذ خالد كمل كلامه وقال: عشان تسمعوا اللي حصل له لازم الاول تكونوا مستعدين. انا اللي سمعته كفيل يخليني اخاف اغمض عينيا لسنين. انا متأكد ان اللي حصل له ده هيكون شفيع ليه قدام ربنا. اوعاكي تقولي انه انتحر يا دكتورة، اوعاكي، انت ما تعرفيش حصل له ايه. اي حد كان مر باللي هو المرحوم مر بيه، محدش عارف كان هيعمل ايه. كان هيعمل اكتر من اللي عمله عماد علشان يرتاح. انا هقوم امشي، بس لو حد فيكم بيخاف بلاش يسمع، بلاش. رقمي مع حضرتك يا دكتور، لو احتجتي اي حاجة كلميني. انت اختي، واخوكي ده اخويا وصديق عمري.
أنا بأكد عليك يا أستاذ أحمد يونس وعلى المستمعين، لو حد بيخاف ياخد حذره، لأن اللي هتسمعوه واللي هحكيه صعب جدا ومرعب جدا ومؤلم قوي. بأكد تاني، اللي هتسمعوه صعب جدا. منكرش ان احنا كنا مترددين احنا كمان ان احنا نسمع. عدد الريكوردات كان كبير جدا وبتوقيتات كبيرة، بس كنت عاوز اعرف اخويا وصل للمرحلة دي ازاي. وبدأت اسمع. اول ما سمعت صوت اخويا قلبي كان هيقف. تخيل يا احمد، الانسان ده اضعف حاجة في الكون كله. اهو اخويا راح واللي باقي منه كام صورة، ايوه، وصوت متسجل، لكن هو فين؟ انا هتجنن. الفويس اللي شغال والاصوات دي، هو فين صاحبها؟ بيحصل له ايه دلوقتي؟ حاسس بايه وبيشوف ايه؟ لو كل الناس تعرف يا استاذ احمد ان احنا كده كده هنمشي ومش مخلدين. لو كل الناس تعرف ان نهاية البني ادم مرمي في التراب، ويقتنعوا بالحقيقة دي وما يبقاش كلام مجرد كلام مرسل ويقولك لما يجي لحظتي وساعتي يبقى يحلها حلال. لو الناس تعرف. انا هسمعكم الريكوردات كلها اللي عماد قالها بالحرف، لان من حقك تسمعها، واللي بيسمعوك برضو يا أستاذ أحمد يسمعوها. أنا عماد سيف الدين. قررت أجرب تجربة غريبة وجديدة، وحبيت أسجل كل حاجة عشان نشوف لعبة منتصف الليل دي حقيقة زي ما بيقولوا ولا مجرد كلام وخلاص. وأنا مش عارف ليه قررت ألعبها، يمكن فضول، يمكن فراغ، يمكن وحدة، يمكن اللعبة بتفتح باب بيني وبين عالم الجن وبتستحضر حد منهم. أنا وحظي بقى. الشرط الأول أكون لوحدي، أحضر ورقة واكتب عليها زي ما الشروط حكمت، اسمي بالكامل بدبوس شكيت صباعي ونقطت دمي على الورقة. حطيت الورقة على الترابيزة وفوقيها شمعة وولعتها. رشيت ملح في كل ركن في البيت، ولعت شمعة تانية ووقفت في نص دايرة عملتها بالملح حواليا علشان تحميني من اللي هيظهر انه ما يأذينيش. دقايق بتعدي مستنى اشوف اللعبة دي جد ولا مجرد كلام فاضي، والإجابة جد. الجو بقى برد جدا، برودة عجيبة وغريبة في شهر 7. اتحركت ورحت الأوضة أجيب جاكيت يدفيني، وأنا بقول بصوت مسموع: هي اللعبة اشتغلت ولا إيه؟ مش هنكر، مش هكدب، أنا بدأت أحس بخوف. كنت بحاول أتمالك أعصابي. لبست الجاكيت وسيطرت على خوفي قدر الإمكان، وخرجت من أوضة لنفس المكان اللي كنت واقف عنده. دلوقتي بقى حصل الأغرب. شايف خيال أسود بيتكون في ركن الصالون. الخيال عمال يطول كأنه بيتمط، وصل للسقف. معقول يكون في حاجة بالشكل ده فعلا، ولا دي هلاوس؟ لا، أنا خايف. أنا دخلت أوضتي. أنا في الأوضة دلوقتي، سامع صوت أبويا جاي من بره بيدندن مع الست أم كلثوم زي عادته. مش قادر استنى، الفضول بيدفعني أقوم. رجعت الصالة من تاني. شايف بابا قاعد جنب الراديو القديم بتاعه بيسمع الأغاني. بجد أنا هتكلم معاه وجها لوجه. بابا أنت سامعني؟ بابا رد عليا. بدأ يحصل صوت وش وشوشرة جامد خارج من الراديو. بابا بيحرك شفايفه، بس صوت وش وشوشرة الراديو مغطي على صوته. وفي وسط كل ده سمعت صوت جاي من جوايا بنفس نبرة صوت أبويا. صوت بيتهمني بالقتل، إني قتلت أبويا. لا، أنا ما قتلتكش، أنت اللي مت لوحدك. كنت هعمل إيه يعني؟ أتحبس جنبك طول الوقت؟ أنت اللي رفضت إن أنا أجيب لك ممرضة. أنا عندي شغلي وعندي حياتي برضو. مهما كنت أنت قاسي عليا، فأنا برضو كنت بحبك. اختفى صوت الوش، واختفى معاه بابا، ورجع الخيال الأسود. بدأت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايف قصادي طفل
بيحبي زي القطط صغير، بقه عمال يوسع، وقف فجأة وما اتحركش. الملح حواليا منعه انه يقرب اكتر من كده. صرخاته مخيفة بشعة، وداني هتنفجر. انا عايز اهرب، بابي ما بيفتحش، عمال اخبط من جوه يمكن حد يسمعني. ايديا من الخبط مش حاسس بيها، ولا حد سامع ولا حد معبر. ما بقاش فيا حيل. الخوف والمجهود اللي ضيعته في الخبط على الباب واليأس خلوني اقع. دلوقتي انا قاعد على الارض، واضح كده ان دي نهايتي. الخيال الاسود ظهر من تاني، واقف قصادي وبين سنانه راقب الطفل. وباقي جسم الطفل في الهوا زي الحيوانات المفترسة لما بتقتل فرائسها. بقطمة واحدة فصل راسه عن جسمه وبدأ ينهش. منظر بشع مقرف مخيف. صوت المضغ بيخترق عقلي وبيزلزل كياني. خايف اغمض عينيا اتأذي. يا رب اروح فين عشان اخلص من الجنان ده؟ يا استاذ غنام، يا استاذ غنام، حضرتك سامعني؟ انا عماد جارك، الحقني لو سامعني، الحقني. ومين هيسمعني؟ ومين هيرد عليا؟ مفيش حد بيرد، مفيش حد سامع. والظل الاسود بيقرب وقلبي خلاص هيقف. كل ده اختفى فجأة، وجه مكانه صوت حديدة بتتجر على الأرض جاي من الحمام. اتفتح باب الحمام، خرج واحد عملاق بيجر فاس في الأرض، شكله مخيف، جسمه مترهل، ريحته بشعة ظاهرة من بعيد، كأنه متعفن وخارج من تربة. أنا آسف، الريكورد كان فصل. أنا لسه عايش على فكرة، لسه الشبح واقف قدامي، شبح الراجل أبو فاس، عمال يتحرك وكأنه مستني حاجة. يا ترى هو لما الوقت يعدي يمكن يوصل لي ويقتلني؟ بس اللعبة بتقول غير كده. حشرات كتيرة بتخرج منه، بتنتشر في البيت كله، عناكب وصراصير ونمل وبراس، بيتحركوا في كل حتة حواليا، بس ما بيلمسونيش. لسه الملح عامل درع ان هم يقربوا مني بيمنعهم. عندي وسواس من الحشرات بخاف منها، عندي هواجس، وعندي فوبيا. خرج من الحمام كائنات تشبه الراجل ده، لكنهم كانوا صغيرين في الجسم والسن والبنيان وكل حاجة، وكأنهم نسخ صغيرة منه. كانوا بيتنططوا وبيهتفوا له كأنهم بيحمسوه عشان يأذيني. الدقايق بتمر ببطء، البرد بيجمدني، مش حاسس بصوابعي، رجليا لونها بقى أزرق، مش قادر أتحرك علشان حتى أجيب بطانية تلف بيها، والشبح لسه بيتحرك وأنا لسه ما فقتش من الكابوس. يا رب، يا رب عديها يا رب. وكل اللي حصل هكتبه وانشره واسجله مسموع كمان عشان الناس ما تجربش اللعبة الملعونة دي. الفجر بيقرب، الساعة 3:33. أنا في أمان. بيتسحبوا وينسحبوا لركن الصالون اللي ظهر فيه أول شبح، فاكرين؟ شكلها هتعدي بسلام، وقلت وصلت للنهاية. أنا آسف الريكورد فصل تاني، بس دلوقتي في حاجة أغرب من كل اللي أنا سجلته ليكوا قبل كده. لما الريكورد فصل بصيت في الموبايل عشان أسجل من جديد، ولقيت إن التاريخ مختلف. التاريخ بيقول إن فات 10 أيام كاملة. مجرد لحظات فاتت عليا، إزاي تبقى 10 أيام؟ لما بدأت اللعبة كنا يوم 15 من شهر 7، دلوقتي احنا يوم 25 من نفس الشهر. ازاي؟ التليفون بيخرف ولا انا اللي بخرف ولا في ايه؟ عقلي هيشت، جسمي بيوجعني، سخونة بتنهش في جسمي، الخيال الاسود بيظهر من جديد قدامي. شايف جوه جسمه احداث بتحصل وانا بطلها، وكأن جسمه ده شاشة عرض، مشاهد متتالية ورا بعضها، وكل عدد مشاهد بيسبقوا تاريخ ليوم من الايام ال10 اللي عدوا عليا وانا مش حاسس، اللي اتسرقوا من عمري. كنت أنا بطل الشاشة وبطل العرض. شفت نفسي بمنع الناس تدخل الجامع، شفت نفسي بحاول أسرق الناس في الشارع،
شفت نفسي بشتم الناس بدون أي سبب وما عنديش أي مانع. شفت نفسي وأنا بحاول أعتدي على مرات المهندس علوان جاري. شفت نظرات الناس ليا بتتحول من حب لكره وبغض. الناس بقت بتكرهني، الناس فاكريني مجنون. بصيت حواليا لما المشاهد انتهى عرضها. أنا مش في الشقة، أنا في مكان غريب ضلمة مخيف مقبض مفزع، والظل الأسود لسه هو الحاجة الوحيدة اللي ما اتغيرتش. فضل واقف قصاد مني، استفزيته وقللت منه لما اعتقدت إن كده اللعبة خلصت، لكن اللي حضر كان أقوى وأكبر من تخيلي. اتحبست في عالم غير العالم، قوانين الحياة والوقت مختلفة عن العالم اللي نعرفه، ومن وقتها هو بيعذب فيا. لا حد سمعني ولا حد حاسس بيا. باب الشقة كان بيختفي أوقات طويلة، وكل ما الظل ده يمشي ويسيبني أحاول أهرب لكن مفيش فايدة. بقيت محبوس في عالم أنا معرفوش، بيجبرني آكل تونة فاسدة وسمك ني. المكان حواليا بقى عبارة عن مئات من علب التونة الفاضية، وبواقي السمك. مش قادر أوقف شراهتي للأكل. كل شوية يظهر الباب ويتسمح لي أروح عشان أشتري سمك وتونة، لكن لو فكرت أهرب بلاقي نفسي في البيت تلقائي بمنتهى الهدوء والبساطة. كل فترة يرجع يفرجني على مشاهد بشعة ليا، مشاهد وأنا بسرق، مشاهد وأنا بعامل الناس بوقاحة ولسه بمنع الناس تدخل المساجد. ويخلص عرض المشاهد ويقرب مني. المرة دي الملح ما أنقذنيش لأني ما لقيتوش، والمرة دي لمسني ولقيت نفسي في مقابر، شواهد القبور فيها لونها فضي، مقابر في عالم تاني غير عالمنا، والشبح واقف قصادي. اللي انتوا بتستحضروهم علشان تلعبوا وتتسلوا. كل مرة واحد منا بيموت، بس المرة دي قررت ان انا اللي احضر بنفسي واخد ظهر وحق كل اللي ماتوا بسببكم. والتاني مرة بتتغير الخلفية ولقيتني جوه مكان ضلمة. فهمت انه قبر من القبور اللي كانت حواليا. ظهر قصادي ضوء احمر. لما قربت لقيتها ست كبيرة في السن، جسمها مشقق، جلدها لونه احمر، الشقوق جواها لون اسود، نظراتها كلها غضب وشر. في حجارة مولعة نار بتنزل فوق منها وبتحرقها وهي بتصرخ. رفعت دراعها وشاورت عند راسي كأنها بتشاور لفوق. رفعت راسي لفوق علشان أشوف نفس كوم الحجارة اللي مولع نار فوق مني، وبنزول ايدها نزلت فوق مني الحجارة. بدأت أتحرق، شامم ريحة حرق جسمي، وبصرخ بصرخ بصرخ ومحدش حاسس بيا. أما هي فبتضحك بجنون وفرحانة باللي بيحصل لي وبألمي ومعاناتي. فضلت أقول أنا ماليش دعوة، أنا ما أذيتكيش، ارحميني. قربت مني لحد ما وشها بقى في وشي، وطلعت لسانها الطويل زي لسان التعبان اللي مشقوق، مررته على وشي وأنا متجمد مكاني. بعد كده رجعت لورا وهي كمان رجعت لورا واختفت. ما بقيتش شايف أي حاجة حواليا، بس سامع حركة الحاجة بتتحرك على 4 رجلين وليها صوت زئير مخيف. زقر بصوته العالي المرعب وكان بيجري ناحيتي. أيوة، أسد. مش شايفه بس سامعه. اترميت في الأرض، بقيت أزحف بكل قوتي علشان أبعد، ودفنت راسي بين إيديا واستسلمت للحظة موتي. بس ما متش، وفتحت عينيا لقيتني رجعت بيتي وفي حالة برد رهيبة وتلج، وجوايا إحساس غريب بإني عاوز أكل السمك والتونة دلوقتي بنهم. لبست كل الهدوم التقيلة اللي عندي والباب ظهر، وخرجت بسرعة وأنا عارف إن أنا هجيب دول وهرجع، لأني لو فكرت أهرب هلاقيني رجعت تلقائي. الناس بتبصلي باستغراب
واحد لابس شتوي بشكل مخيف في عز الحر. ورجعت البيت وكلت السمك والتونة المعلبة. كل اللي حواليا يخليني خايف ومرعوب. كل المشاعر اللي جوايا مشاعر جنون وخوف وفزع وهلع. لا عارف انام ولا قادر اكمل عيشة. الاشكال والكيانات حواليا على مدار الساعة واللحظة والدقيقة. وفي مرة لقيتني بتسحب جوه الحيطة، والحيطة فيها فجوة سودة بتبلعني، ومنها لقيت نفسي جوه مقبرة جديدة. ما كنتش عارف كمية اللخبطة اللي انا بمر بيها دي علاقتها ببعضها ايه، لكن انا اللي بيحصل لي ان انا بتلاشى وبنتهي. حكايات مخيفة حواليا. عينيا كانت بتتحرك في كل مكان وانا مستني الشبح الجديد هيظهر لي منين. المكان قدامي بينور نور خافت. ظهرت واحدة ست نايمة على الارض وبتترفع بهدوء من على الارض وجسمها متخشب، لحد ما بقت قدامي وعينيها مغمضة. ملامحها جميلة، شعرها اسود ناعم طويل شبه البشر رغم القرنين الصغيرين اللي بارزين في جبهتها. يمكن بعض الراحة اتسللت لنفسي من شكل ملامحها الجميلة، بس كل ده راح أول ما فتحت عينيها. كانت عينيها حمرا لون الدم، والشر اللي خارج منها ما يتوصفش. واضح ان عذابي الجديد والمرحلة الجديدة من العذاب هتكون على ايديها. نفس العجز، نفس الخرس حصل لي من تاني، وكأن شفايفي متخيطة في بعضها. جسمي مش ملك ولا تحت أمري، أما هي فبتضحك بجنون. ووقفت ضحكها وبدأت تشد في شعرها الطويل وتنزعه من راسها نزع وترميه على الأرض. كان صوتها عامل زي صوت الديب اللي بيعوي. دم اسود نازل من راسها بيغطي ملامحها اللي كانت جميلة وهادية، لحد ما اتكست كلها باللون الأسود. اللي اتبقى في راسها من الشعر قليل جدا. الشعر اللي في الأرض بدأ يتحول لأفاعي وتعابين بأشكال وأحجام مختلفة، كلها سودة، كلها بتتحرك ناحيتي وبتطلع على جسمي. وبحركة منها وبإشارة كل التعابين والأفاعي دي بدأت تعض فيا، عضات مفيش بني آدم ولا أي كائن يتحملها. عشرات التعابين بتعض فيا، تعابين أصلها خصلات شعر في البداية والنهاية. دي ما كانتش بتعضني، كانت بتنهش فيا. صراخي ومقاومتي ولا ليهم لازمة قصاد الهجوم الضاري ده. أنا كنت كل أمنيتي إني أموت بس. في الوقت ده ظهرت أفعى عملاقة بتزحف. مع ظهورها كل الأفاعي بعدت عني، فتحت بقها على الآخر وهجمت على راسي، زي فيلم أناكوندا وزي الحاجات اللي بنشوفها في قناة الوثائقيات. كانت بتبلعني جواها بالراحة وأنا مستسلم تماما. كل جزء من جسمي بيدخل جواها كنت بسمع تكسير عظم. هتقولولي مش حاسس؟ يا جماعة الوجع ما بقاش ليه وجود، خلاص الموت بيني وبينه لحظات. لكن كالعادة أمنية ما بتتحققش. فتحت عيني من البرد الشديد اللي حسيت بيه، لقيتني في بيتي مرمي على الأرض، جسمي متهالك متآكل مش حاسس بيه. ورغم إن كنت طبيعي جدا والجسم من بره يبدو سليم، لكني تعبان ومتحوط بكم كبير من الجن والعفاريت اللي قرروا إن هم ينتقموا بكل شكل ممكن وياخدوني من دوامة عذاب لدوامة تانية. وكل ما أقول خلاص هموت يخطفوني ويرجعوني تاني. مش هيسمحولي أموت. كل اللي بفكر فيه دلوقتي في الانتحار. هو ده الحل الوحيد إن أنا ارتاح من العذاب ده. عاوز الخلاص. ما كنتش قادر أتكلم ولا أرد على الجن وهو بيتكلم. حركت راسي بالموافقة. قال لي إن أنا زي ما كتبت الورقة علشان أستحضره وألعب بيه، هكتب ورقة فيها عهد مني بالطاعة والولاء، ووقتها هيرحمني. بقيت أزحف ناحية المكتب، سحبت من عليه الدفتر والقلم وإيديا بتتراش واستنيته ينطق عشان أكتب. قال لي اكتب
الآتي، وبدأت أكتب: أتعهد أنا عماد سيف الدين لملك من ملوك الجن العظام الزاحف بالطاعة والولاء والخضوع التام مقابل الخلاص من الآلام والأثام. كنت بكتب بخط يكاد يكون شخبطة لأني مش قادر أسيطر على الألم بين صوابعي، لكني قطعت الورقة ورميتها. الورقة طارت في الهواء ودخلت في الركن المظلم من الحيطة، نفس الدوامة السوداء اللي سحبتني. أيوة، أما هو اختفى. كل الأشباح اللي كانت محوطاني واقفة في مكانها، الحشرات اللي ظهرت قبل كده عمالة تجري زي المجنونة، وكل حاجة زي ما هي، وكلهم بيبصولي نظرات توعد وشر. وفهمت كده انه اجبرني على كتابة عهد بيني وبينه، عهد بيقول ان انا عمري ما اقدر اتخلص من اللعنة دي نهائي، وانه هيسيطر عليا اكتر ما هو مسيطر. وكان وقتها هو ده السبب ان انا خدت القرار ان انا انتحر اهون من اني افضل في الدوامة دي اللي ما بتنتهيش، واني لازم انهي اللعبة زي ما بدأتها وادفع تمن غلطتي، والغلط هيكون اكيد غالي وكبير بحجم الغلطة. هل انا مش عارف ممكن تسمعي اللي حصل والفويسات دي ولا لا؟ بس لو سمعتيها ادعيلي بالرحمة، انا هريح نفسي من العذاب، وانا عندي يقين ان ربنا هيسامحني، لان ده مش انتحار، ده خلاص من دوامة وألم وعذاب. انا دقت طعم الندم في صمت زي ما بابا وماما ماتوا في صمت. اوعي تكوني لوحدك في يوم، خدي ولادك في حضنك، انا بحبك، سامحيني 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 سامحيني. وخلص التسجيل وانا ببكي على صوت عياطه، وبتخيله هو بيقف على الكرسي وبيرفع جسمه على الشباك وفتح دراعاته بيستقبل راحته من العذاب، بياخد نفس عميق وبيفتح ايديه وبيرمي نفسه وبيغمض عينيه لدرجة ان حواجبه لمست عينيه، وفكه اتصلب زي ما شفته متصلب في المشرحة، وبسرعة رهيبة جدا جسمه ارتطم بالأرض، لكنه ارتاح. التسجيلات خلصت يا أستاذ أحمد، ولسه الحيطة فيها المكان الأسود اللي عماد وصفه بالظبط. كل ما بننهي الحيطة بترجع تسود ويخرج منها ملح بكميات كبيرة. جبت شيوخ كتيرة والكل أكد إن دي بوابة اتفتحت وقفلها صعب، فسبتها في الآخر لأني كنت بحس إن عماد واقف فيها وبيبصلي. عماد يا أستاذ أحمد، اتخيل كل اللي كان بيخاف منه وهو صغير. أيوة أنا أشرح لك: الظل الأسود، الصمت، التراب، الطفل اللي زي القطط اللي بيزحف، الراجل اللي شبه الخنزير اللي ماسك الفاس في إيده. وعشان كده بنبه على الأهالي: بلاش تحكوا لأولادكم حكايات مرعبة مخيفة بدافع إن هم يسكتوا أو يذاكروا أو يبطلوا زن وشقاوة. الشقاوة أهون بكتير من تربية العقد اللي اتجسدت لوحوش هجمت أخوي. أنا عملت بحث عن اللعبة ولقيت إن الشخص اللي قرر يلعبها لما بيحضر الجن بيجمع كل المعلومات الخاصة عن الاستدعاء، وبيبدأ يدخل جوه ذكرياته ويوسوس له بيها، ذكرياته المخيفة المرعبة. عشان كده هو أول لما ظهر له شبح متشكل في صورة وهيئة بابا، عقدة الذنب اللي جواه، وكأنه حاسس إن هو اللي قتله لما خرج مع صحابه وسابه لوحده. العقدة دي فضل عايش بيها زمن، وده اتكرر كمان مع ماما قبل بابا. أنا كده حكيت لك حكاية عماد أخويا يا أستاذ أحمد، وأتمنى أكون قدرت أفيد الناس. أنا ما بعرفش أحكي وأرتب ويكون كلامي مهندم ومنمق، بس حكيت. بالله عليك بلاش تفتحوا أبواب مقفولة، ابعدوا عنها وسيبوها مقفولة، خلوها دروع تتحاموا فيها من المجهول. دوروا على ناس تحبكم وناس تحبوها، ناس تفضل جنبكم
وتفضلوا جنبها. قدروا قيمة اخواتكم في حياتكم، ومش مع اول خلاف مهما حصل تقطعوا بعض. يمين يرجع لي اخويا دلوقتي، يمين يرجع لي اخويا دلوقتي، يمين يرجع لي اخويا دلوقتي، يمين يرجع لي اخويا.